مساء الخير على كل مشاهدينا ومتابعينا داخل القناة أو خارج القناة. النهاردة هنقدم لكم طريقة تنظيف الأذن خطوة بخطوة، طريقة صحيحة جدا جدا. ما تنساش لو مش مفعل زر الجرس فعل دلوقتي زر الجرس عشان يصلك كل ما هو جديد لدينا. وما تنساش الإعجاب بالفيديو ومشاركة الفيديو لتعم فائدة على الجميع. زي ما انتم شايفين احنا معانا عبارة عن قطعة صلب ناعمة، بناخد منها من الأذن الإفرازات اللي طالعة منها، الإفرازات الدهنية اللي موجودة داخل الأذن، وبنقوم بإزالتها زي ما انتوا شايفين. بناخد كده بالراحة بالراحة زي ما انتوا شايفين، وبنطلع بالشمع والإفرازات الدهنية والأتربة أو أي حاجة موجودة داخلية في الأذن بنقوم باستخراجها أول بأول. ده بيخلي الأذن الوسطى ما يحصلش فيها التهابات، ما يحصلش فيها ألم، ما يحصلش إن الأذن ممكن تعمل لك صداع. بيحافظ على طبقة الصوت اللي أنت بتسمعها بكل جودة. وفي نفس الوقت الافرازات دي لما بتقعد فترة طويلة بتعمل التهابات ممكن تؤدي الى استخراج مسامير او لا قدر الله مشاكل في الطبلة. دي طريقة خطوة بخطوة، احنا بنوريكم طريقة التنظيف بتاعة الأذن، طريقة صحيحة وطريقة مثالية وسهلة وبسيطة. أتمنى من الكل مشاهدينا الإعجاب بالفيديو ومشاركة الفيديو ودعمنا بتفعيل زر الجرس عشان يصلك كل ما هو جديد لدينا في القناة. زي ما انتم شايفين احنا بنشيل الإفرازات، وزي ما انتم شايفين مع بعضنا بكل ارتياحية وبكل بساطة بنطلع الشمع والإفرازات اللي طالعة في الأذن زي ما انتم شايفين كده مع بعضينا. دي عبارة عن بنسة تسليك من قدام كده، وبنسحب الإفرازات اللي شايفينها قدامنا كده بالراحة زي ما انتم شايفين. زي ما انتم شايفين طلع الإفرازات بكل سهولة. يفضل عند استخراجات الإفرازات او الدهون او اي حاجة موجودة في الاذن، يفضل انك تكون واخد شاور عشان خاطر ده بيعمل عملية تليين للافرازات دي، انها تطلع افرازات طرية مش افرازات صلبة. ده بيخلي عملية التنظيف اسهل وافضل وما يكونش فيها اي الم ولا اي حاجة، لان لما بتكون الافرازات صلبة بتعمل الم، تكون لازقة في الأذن بطريقة صعبة جدا. لكن الشاور بيخلي الأذن أفضل في الإفرازات فبتخليها طرية. وزي ما انتم شايفين احنا عملنا عملية التنظيف بكل صورة كاملة جدا.